أصابع الجلاش أو المكشكشة بتاعة الجلاش حلوة ظريفة جدا وخفيفة قوي قوي، وبنعملها كده من الحاجات السهلة اللي تنفع تعمليها في رمضان. وكمان هعمل لكم طريقة البسطة أو ورقة البسطة أو ورقة الجلاش اللي بتتباع في المحلات والأفراح، يعني بأسهل ما يكون وهتبقى مقرمشة. هنعمل كذا شكل وكذا طريقة، ممكن تختاروا منهم طريقة واحدة تعملوها وهتبقى رهيبة معاكم. انا امل سكرية، وتعالوا نبدأ الفيديو. ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة بتاعتي. اول حاجة هنعمل الشربات. الشربات لازم يكون تقيل علشان يخلي الاصابع بتاعتنا او الجلاش بتاعنا طري وظريف. هحط كوباية ونص سكر عليهم كوباية مية، وهحط نص معلقة فانيليا، واول ما يغلوا بعد 3 دقايق هحط عليهم معلقة عسل نحل، وهحط نص ليمونة علشان يبقى الشربات تقيل معانا ويعني يبقى رهيب. ده الشربات الممتاز بتاعنا. ممكن بقى لو الشربات بيكرمل معاكي او بيسكر وبيبقى تقيل كده، بفرشة مبلولة وهتدهيني بس الايه، هتقعدي تلفي على الحواف بتاعت الحلة بتاعتك. الحشو بقى انا هستخدم فول سوداني هكسره واحط عليه شوية زبيب وجوز الهند، حشوة بسيطة كده يعني وعلى قد الايد. ممكن نحط لوز، نحط بندق، نحط مكسرات، على حسب امكانيات كل بيت ويقدر يحط ايه. وبحط كمان معلقة قرفة، انا بحب طعم القرفة قوي في حشوات الجلاش، بتخلي طعمها يعني رهيب. حطيت جوز الهند وحطيت زبيب وحطيت قرفة وحطيت فول انا مكسراه. هي معايا لفة جلاش، بس طبعا اللفة مش احسن حاجة، هي مقطعة، بس انا هشتغل عليها زي ما هي كده وهطلع منها اشكال كتير قوي على قد الورقة معايا. هعمل الشكل. اول حاجة هعمل الصوابع معانا، هحشيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هاخد ورقتين بس وهلفها لفة كده، يعني ايه، ان انا اقفل عليها الحشو وادهنها بقى دهنة سمنة. الكمية دي هتاخد معانا بتاع كوباية سمنة سايحة. السمنة هي اللي بتخلي اللون ذهبي وبتخليه مقرمش وفي نفس الوقت مورق. ما تستخسريش في السمنة خالص، السمنة بتعمل شكل للجلاش ولازم يتسقى كويس. الورق اللي معايا اهو، بنقي منه الورق الحلو، والورق برضو اللي مش حلو هستخدمه، مش هسيب ورق خالص. هعمل معاكم واحدة كمان. بتحطي بس الحشوة كده وبتدهني باقي الورقة، دهنيها سمنة كويس، ولفي بقى الحشوة دي صوابع بالراحة كده عشان ما تتقطعش معاكي. بس انا عايزة الصوابع تكون ملفوفة لفة محترمة، يعني متكوكة في بعضها. سنة السمنة دي او دهنة السمنة دي هي اللي هتورق معاكي الجلاش حلوة قوي. هنقطعها بقى وهحطها في الصينية، وبعد كده هقطعها كلها احجام متساوية، يعني هقطع الحجم اللي انا عايزاه. طيب شوفوا هنا بقى، دي ورقة برضو مقطوعة، انا قسمتها 2، يعني الورقة تانيتها 2، وهشتغل بيها برضو وهدهنها وهعمل نفس الخطوة اللي انا عملتها. وهتبقى بسيطة قوي، يعني ما فيش ورق هيتبقى ولا هيضيع ولا اي حاجة من دي. حتى الورقة الصغيرة تقدري تشتغلي بيها وتطلعي اشكال كتيرة قوي. ما ينفعش نسيب ورق ولا نرميه، الحاجة كلها غالية. تعالوا بقى نعمل شكل جديد تاني خالص. هقطع بس الصوابع على قد ما انا عايزة طول الصابع بتاعنا، وهعمل شكل جديد بقى تاني. هعمل اللي هي المكشكشة، الصوابع المكشكشة. هنحط نفس الحركة، بس هنحط سيخ او عود خشب او اي حاجة، وهنكشكش بيها كده وانا بشدها وهحطها في الصينية. بس المكشكشة الصوابع ما بتدهنش، يعني ما تدهنيهاش، لا هتدهن في الصينية مرة واحدة. طيب هعمل شكل تاني برضو كده مدور وظريف قوي. بيبقى احلى حاجة في الجلاش انه بيتعمل اشكال كتير واصناف كتير، وبتطلعي منه يعني حاجات رهيبة. وعملت منه برضو المكشكشة، نزلتها شوفوها
رهيبة بمعنى الكلمة يعني، وسهل قوي قوي قوي، ويعني ابسط مما تتخيلوا على الثمن الرهيب اللي بيتكلموا فيه. ادي بقى تعالوا ما اقول لكم على ورقة الجلاش اللي احنا بنعملها او ورقة البسطة. اهم حاجة خلي الورقة معاكي من البداية مربعة. انا خليت الورقة مربعة اهو. هتتني وتدهني وتتني وتدهني وتتني لغاية ما تبقى سمبوسك معاكي بالشكل ده. الورقة دي هتعلى وهتبقى يعني مرتفعة بشكل رهيب. ادهني بقى الصوابع اللي انت عملتيها كويس، وادهني كل الجلاش اللي عملتيه كويس قوي بالسمنة، ودخليه فرن على درجة حرارة 200، وشغلي الشواية ما بياخدش وقت. خليكي شايفاه وبص عليه علشان يبقى معاكي مقرمش وذهبي ولونه حلو قوي كده، وتحسي ان هو مستوي. ممكن تعملي كل مرة حاجة، يعني مرة تعملي صينية صوابع، مرة تعملي صينية صوابع مكشكشة، مرة تعملي اللفة المدورة دي، مرة تعملي لقمة الجلاش. انا حبيت افيدك باشكال كتير تقدري تعملي منها اللي انت عايزاه. متنسوش تعملوا لايك وشير، وكل سنة وانتم طيبين.